everyone، عاملين ايه؟ النهارده فكرة الفيديو ان شاء الله تعجبكم، وهي فكرة الفيديو زي ما ظاهر قدامكم في العنوان البادي كير. البادي كير ده عشان احنا خصوصا ان احنا دخلنا في فصل الشتاء، فطبيعي ان احنا اجسامنا وبشرتنا كلها تكون جافة او معرضة للجفاف. ومش بس البشرة الجافة اللي بتتعرض للمشكلة دي، لا، ده كل انواع البشرة عادي، سواء دهنية او مختلطة او جافة. كل انواع البشرة بتتعرض للمشكلة دي، عشان طبيعي ان احنا في فصل الشتاء يعني بيقلل الرطوبة، واحنا جسمنا بيجف على طول. تمام. فالنهاردة ان شاء الله يعني هنقول حلول للمشاكل دي، وهنقول كذا مشكلة للجسم ممكن ان احنا بنتعرض لها، وان احنا ان شاء الله نلاقي لها حل في الفيديو ده. الفيديو ده مش هيكون بارت واحد بس، لا، هيكون كذا بارت. ده الفيديو هيكون بارت 1، ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه على قد ما اقدر ان انا هفيدكم ان شاء الله. اول حاجه اللي احنا ازاي نقدر نحافظ على ترطيب جسمنا، وكمان يعني ريحه جسمنا تكون ريحه كويسه. فاول حاجه اللي احنا هنقول ان احنا لازم طبعا الشاور ده لازم، مش هقول يعني مش لازم كل يوم شاور، ولكن على الاقل لازم ان احنا جسمنا يكون يعني بيتنضف كل يوم. تمام، ده اولا. ثانيا، لازم في الشاور يكون في حاجات يعني اللي احنا بنحطها على جسمنا تكون مفيدة لجسمنا، مش اي حاجة نحطها كده وخلاص. يعني سواء الصابونة او سواء الشاور جيل او الشاور كريم، لازم يكون كلهم المكونات بتاعتهم مفيدة لجسمنا كويس جدا. وان احنا اول حاجة بالترتيب كده اللي احنا نغسل جسمنا بالشاور جيل او شاور كريم او الصابونة على حسب ما انتوا تحبوا. وكمان عارفين اللوف دي هي المفيدة للجسم، واللي هي مثلا بتطلع الجلد الميت كويس قوي من الجسم وما تضرش الجسم خالص. فاللوف دي هي اللي بتبقى كويسة جدا للجسم، مش اللوف التانية. تمام، ده اولا. ثانيا، موضوع اللي احنا ازاي نقدر نقشر جسمنا، او اللي احنا نعمل سكراب لجسمنا. جسمنا لازم كل مثلا يعني اسبوع واسبوع، يعني في الشهر مرتين يتعمل له سكراب. ليه؟ عشان نشيل منه الجلد الميت، وعشان نحافظ على رطوبة جسمنا، ويكون جسمنا يعني مش معرض للجفاف اكتر، ومش خشن اكتر كده يعني. اللي احنا كل فترة وفترة لازم نعمل سكراب. والفترة الأحسن للجسم اللي احنا مش كل أسبوع، لأ، يعني أسبوع ونفوت أسبوع ونيجي الأسبوع اللي بعده نعمل سكراب لجسمنا. ده شيء لازم جدا. طيب، في موضوع كمان الترطيب. الترطيب في جسمنا في حاجات كتير جدا بجد بتكون بترطب الجسم كويس قوي، وكمان سعرها مش غالي خالص. وطبعا عشان احنا في المقاطعة وكده يعني، فاحنا لازم نلاقي حاجات مصرية، وحاجات الكواليتي بتاعتها كويسة جدا، وسعرها يكون كويس كمان. فانا دلوقتي هقول لكم كذا حاجة كده. في حاجات انا جربتها، في حاجات انا مجربتهاش، ولكن انا هقول لكم على كل حاجة. في اول حاجة اللوشن بتاع ايفا، اللي هو ده. بجد هو ايفا اصلا من احسن الشركات، بجد انا بحبها جدا ايفا قوي بجد. بحس ان هي شركة بجد بتطلع احسن ما عندها، وكمان دلوقتي هي فعلا طلعت احسن ما عندها. فصراحة انا بحب ايفا جدا. فايفا هي شركة كويسة جدا، وبتطلع حاجات الكواليتي بتاعتها كويسة جدا جدا. فده اول لوشن هنتكلم عنه. تاني لوشن هنتكلم عنه هو بتاع البادي ميلك بتاع شام برضو من الشركات اللي انا بحبها جدا. استخدمت من عندها المسترايزر، الكريم، والجل، والكلينسر بتاعهم. استخدمته الصراحة التلاتة كانوا احسن من بعض. هو صراحة حلوين جدا جدا بجد. شان دي من احسن الشركات اللي انا بحبها جدا برضو. اوكي. وفي كمان اللوشن اللي هو بيكون بيتباع في المحلات ده. هو مش كلهم وحشين، ولكن طبعا الناس اللي بتكون جسمهم حساس او بشرتهم حساسة، ما يعني بلاش يستخدموا اللوشن اللي هو بيبقى في المحلات اللي هي بتتباع دي. مع انه هو كويس جدا، يعني انا جربته وهو كويس جدا بجد. ما مش بيكون وحش خالص، بيكون كويس وبيرطب حلو، وبيكون كمان ريحته حلوة جدا. في كمان المرطب بتاع لونا، اللي هو ده. في ده اللي هو بيكون خفيف على الجسم شويه، اللي هو الناس اللي مش بتحب الحاجات التقيله ده تستخدمه. ده كويس جدا برضو، انا جربته وجربت اصلا السيت بتاعت لونا كلها، هي حلوه جدا برضو. اوكي. وكمان في ده
اللي هو ده التقيل شويه، الناس مثلا اللي بتحب ترطب حاجات تقيله شويه فده هيكون كويس جدا، وهيكون كمان ترطيبه حلو وريحته حلوه. كمان في الشاور جل شاور كريم بتوع ايفا، ده الشاور جل وفي كمان شاور كريم، هما بجد حلوين جدا. وكمان زي ما قلت لكم الحاجات ايفا كلها احسن من بعض بجد. في كمان مشكله جسمنا بيقابلها وهي الستروبري سكين او جلد الوز. ده بيكون الجسم متعرض لهويبات كده طالعه منه، وهي بيكون شكلها مزعج لكتير من الناس، وبجد بيكون يعني شكلها فعلا مزعج كتير من الناس، وهو فعلا مشكلة. في كمان مشكلة احنا بنتعرض ليها او في ناس بتتعرض ليها في جسمها، وهي مشكلة الستروبري سكين او جلد الوز. ده بيكون شيء مزعج جدا للناس اللي عندها المشكلة دي، وهو بيكون الجسم يعني شكله معرض ليه حبيبات كده طالعة منه صغيرة على هيئة مش حبوب ولكن حاجات كده بتكون خشنة، يعني عشان كده مسمية بالستروبري سكين. وهي بيكون ايه حلها، بيكون ان احنا نستخدم ليها حاجات كويسة، وحاجات المواد بتاعتها تكون كويسة وتخفف من الشكل ده او تنهيه تماما. واللي هو ازاي ممكن نقدر نعالج المشكلة دي، في حاجة اسمها الدراي براش، اللي هي دي الدراي براش دي بجد حاجة يعني تحفة للستروبري سكين او عموما للجسم كله. طب هي ايه بتعمل ايه، او يعني ايه اصلا يعني وظيفتها؟ اللي هي وانتي بتحطي مثلا عليها الشاور جل او الشاور كريم او اي حاجة انتي بتاخدي شاور بيها، بتعملي بيها جسمك، وهي فعلا بتخفف من الستروبري سكين وبتخلي الجلد يعني نعوميته اكتر. تمام. في كمان كريم كويس جدا 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 بجد، يعني هو تحفة، اسمه كاربامايد، اللي هو ده كاربامايد ده بيشيل اولا الجلد الميت كويس جدا، بيخفف من الستروبري سكين. وكمان مثلا يعني انا ساعه ما جربته على الكوع والركب، بجد تحفه. يعني مثلا لو انتي طبعا عشان اكتر مكان بيكون معرض للجفاف وبيكون خشن جدا الكوع والركب، ده اكتر مكانين بيكونوا ناشفين جدا في اي جسم من جسم الانسان، فهو بجد تحفة وبيخلي الجسم بجد او المكان اللي انت عايزة تخليه نعوميته اكتر بجد هو بيخليه تحفة. كمان بيفتح الاماكن اللي هو بس مبيتحطش على اي منطقة سنسيتيف خالص، ولكن هو بيتحط على الكوع الركب مثلا الرجل كده يعني الايد كده، ما تحطش على اي مكان تاني خالص، ولا طبعا على الوش، الحاجات دي طبعا ما تحطش على الوش خالص. طبعا هو معروف من كذا حاجه اللي احنا بنستخدمها لجسمنا ان احنا مش بنحطها على وشنا او مثلا على اي مكان سنسيتيف يكون يعمل التهابات او كده. تمام. فهو ده بيكون بجد بيقلل من جلد الوزة جدا، هو حلو جدا. بنستخدم كمان مش اللوف اللي هو انا قلتلكوا عليها، بنستخدم اللوف دي اللي احنا قلناها في اول الفيديو عشان بتكون خفيفه على الجسم وحلوه، وكمان مش بتخليه خشن خالص. فكمان لازم ان احنا فعلا في مشكلة الستروبري سكين دي اللي احنا نعمل سكراب للجسم كل فترة زي ما قلنا، عشان بس يخفف من خشونة الجسم ويخلي الجسم احلى في منظره وكل حاجة يعني. طيب كمان في حاجة بتخلي برضو الجسم بيكون ريحته كويسة وكل ده، وهو البادي سبلاش. في طبعا بادي سبلاش انا مش هقول نوع معين لان هو فيه كتير جدا، ولكن انا هقولكوا انواع كده يعني من اللي انا عارفاهم. في طبعا بتاع ايفا، في برضو بتاع اللي هو بيتباع في المحلات او كده، في طبعا حاجات ولكن هي مقاطعة فانا اكيد مش هقول في الفيديو. وفي كمان كذا حاجة من الباد سبلاش بجد بيكون ريحتهم خفيفة على الجسم وحلوة. انا عن نفسي ما بحبش البرفيوم خالص، بحب الباد سبلاش اللي هو بيكون خفيف على الجسم وريحته مش بيكون جامدة عشان انا بحبش الروائح جامدة خالص. فطبعا الباد سبلاش ده اخره يترش على الجسم بس كده، ما يترشش طبعا على اي منطقة في الجسم خالص، لان هو ممكن يكون بيعمل التهابات او حاجات وحشة خالص. اوكي تمام. في حاجات طبعا في جسمنا ان احنا بنكون برضو حاجات عايزة ترطب اقوى، وهو ممكن الاويل ده كمان بيرطب اكتر.
وانا صراحة كنت عارفة بتاع جونسون، ولكن هو مقاطع. ولكن ان شاء الله لما هلاقي وهدور لكم ان شاء الله في فيديو تاني هقول لكم عليه اويل يكون مناسب للجسم، ويكون كمان سعره كويس، ويكون مش مقاطع. تمام. وان احنا لازم علينا ان احنا نعامل جسمنا زي ما بنعامل وشنا، زي ما بنعامل اي مكان بنعتني بيه، لان الجسم محتاج اعتناء كويس جدا. وخصوصا زي ما قلت لكم اللي احنا في فصل الشتاء اللي هو كل انواع البشره بجد بتكون معرضه للجفاف، وخصوصا طبعا البشره الجافه. فاحنا كمان عشان مش بس ظاهريا نهتم، ولكن داخليا كمان احنا لازم نشرب ميه كويس جدا جدا بجد، لان الميه بتساعد على ان احنا نقلل الجفاف في كل حاجه بجد. وكمان ناكل نسبة خضار كويسة، عشان الخضار طبعا زي ما انتوا عارفين مفيد لكل حاجة، مفيد لنضارة الوش والشعر والجسم، كل حاجة بجد، مش بس ظاهريا زي ما قلتلكوا داخليا كمان. واحنا لازم نعتني بكل حاجة في جسمنا وفي حياتنا كلها، عشان نحسن من نفسنا في كل حاجة، وان احنا نشوف نفسنا في احسن نسخة. ده لازم اللي انتوا يعني تمشوا عليه في حياتكم. وكمان لو عايزين تشوفوا اللي احنا ازاي نبقى احسن نسخة من نفسنا، شوفوا الفيديو اللي قبل ده وتقولوا لي رأيكم فيه. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. ولو اي حد عايز اي سؤال يجي على المكان التاني وانا هرد على طول. كمان اعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان شير وكومنت ولايك، وما تنسوش الفولو. واشوفكم فيديو جاي. باي.